سبحان الله، هذه السماء لها مشاعر ولها أحاسيس، فهي تبكي وتحزن وتفرح. اسمع ماذا قال الله تعالى عنها، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالسماء لا تبكي على الكافر إذا خرجت روحه، بل تفرح لأنه كان يبارز الله بالمعاصي، ولكنها تبكي إذا خرجت روح المؤمن. كذلك قال الله تعالى في آية أخرى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. النظر إلى السماء عبادة عظيمة، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يديم النظر إلى السماء. لذلك قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكذلك ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرقب كيف كانت عبادته، يقول: لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الليل نظر إلى السماء ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات